على ليميت الانتخابات بلا نشبه الديمقراطيه مع الجهله، بلا نشبه الديمقراطيه مع الجهله ونقولها هذه، وهذا زاد فشوك لي جون. لا الديمقراطيه اللي تجي على الدبابات الامريكيه كما صار في العراق وكما عملوا في تونس وكما عملوا في تونس وفي ليبيا ب 50,000 روح وكما حبوا يعملوا في سوريا. انا ما حاجتش بها. نمن اون ديكتاتور اكليري ونتحمل مسؤوليتي، ومن حقي كمواطنه تونسيه باش نتكلم. اللي عجبه واللي ما عجبوش ما يقراليش ولا يمشي يكتب حاجه اخرى. بن علي عشنا معاه في تونس، قضاة تخدم واطباء ومهندسين ودوله كامله قائمه على ساقها. بلادنا كان فيها اخطاء كبيره جدا، لكنها كانت دوله معترفا بها بين الامم، كانت راسها مرفوع، ما كانش وسطها قواعد اجنبيه، كان الناس فيها على الاقل ثم فقر وميزيريا، لكن مش كما اليوم الفقر والميزيريا، ما كانوش الناس يكرهوا بعضهم وثم هالكره، ما كانش ثم ناس تشتموا واغتيالات. ما نعرفش كنت تسمع في ألفا يوسف، ولكن مش هو موضوعنا هذا الاساسي. حبيت ناخذ كاني رجعوني للنظام تاع بن علي السابق، سمعت برشا حاجات فيه. هما بقايا نظام بن علي يتكلموا طبعا بالاساليب وبك البذاءه وبالمستوى الطايح ياسر. يعني هذا كتعليق يعني مداخله ألفا يوسف. طبعا هذوما تحكي على ديكتاتور اكليري، فهمت معناها هما بالنسبه لهم ويتحسوا على دوله كانت. انا دوله شنو هي اللي مالها منهوب واللي مواطنها مستباح؟ لو تحكي على حقد والكيف المواطنه كانت تمشي راسها مغطي تبدا ترعش هذا المركز اللي وقع من تعذيب ومن تصفيات ومن كل. خلينا المشكله ما تحلش الارشيف الكل، هذا جزء من الارشيف تحل وشو كيفاش جوستومون في النقطه هذه فوالا. هذا السؤال نتاعي، انت من اكثر الناس يعني مع المحاسبه مع العوده الى الارشيف، يعني نحسب رئيس عبد الرؤوف لازم كتب سوداء مش كتاب اسود برك. طبعا بلا في حاجه الكتب السوداء هذه حقب يعني مظلمه في تاريخ تونس. تدافع عن المراه تحكي على دوله، انا دوله كانت عندنا دوله، احنا كان عندنا عصابه وكان منطقة عصابة تحكم في البلاد. ثم دولة اللي تهرب ميزانية منها نتاع فلوس نتاعها لبرا. ثم دولة 114 اللي توا عندهم في كانوا موضوع هذه المصادرة أملاك يعني تبلغ قيمتها ميزانية كاملة. هذا ما تقول لي دولة شنو؟ دولة الفساد هذه والاستبداد هذه دولة تسمى هذه ضحوكة وعاملينها الغرب بطبيعة الغرب، ولا كان لما على في صورتها هم الأمثال هذه اللي تسمى المثقفة اللي تعتبر روحها هي متمدرسة وليست مثقفة، عندها شوية دبلومات تعرف تتكلم فقط، لكن دورها شنو دور؟ المثقف راهو تحس عليه جرامشي اللي مرتبط بشعبه ومش مرتبط بنظام يخدم نظام. فهمتي؟ هذوم المثقفين، اما هذوم المتمدرسين واللي يدافعوا على مشاريع ساقطه وانتهت، هذوم يعني بالطبيعه ما يساعدهمش كتب كما هذا ويتحسبوا كان على انه ثم حقد وثم ضغينه وثم كذا. يا اخي الناس اللي كانوا يعذبوا فيها ويعريوها ويعلقوها وكله، هذه ما كانش ثم ضغط معناها حقد وكان استباحه كامله، كان اجرام كبير يعني يتجاوز الشعور. فهمتي؟ اذا يمشي للممارسه للتسجيل